صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل احلى بيتزا سهله وبسيطه بكيلو دقيق. هنعمل 3 بيتزا وصاج ميني بيتزا، وهينفعنا كمان في لانش بوكس للولاد في المدارس. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تفعلوا الجرس. يلا بينا نشوف بكيلو دقيق هنعمل بيتزا قد ايه. اول حاجه هنشوف مكونات البيتزا بتاعتنا. كيلو دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، كيس خميره، فنجان صغير زيت، 3 معالق خل وده محسن حلو قوي للعجين، معلقه صغيره زعتر، ربع معلقه صغيره ملح، وكوبايه ميه دافيه، ومهم قوي تكون الميه دافيه، كوبايه زبادي كبيره او لبن رايب. اول حاجه بنجيب الميه الدافيه وبنحطها مع الخميره وبندوبها وبنسيبها عشان تتفاعل او تنشط. بنجيب الدقيق وبنحط عليه ذرة الملح، بنحط عليه الزعتر زي ما انتم شايفين، وبنقلبهم كويس. يا دوب مع بال نقلب الدقيق مع الزعتر هيكون الخميرة اتفعلت زي ما انتم شايفين كده، وبنبتدي نقلبها وبنحط 3 معالق خل، وبنحط الفنجان الصغير الزيت، بس بنحط شوية منه وشوية بعد كده لما نعجن العجين بإيدينا. بنحط اللبن الرايب أو المتوفر عندنا، وبنحط بقية المية الدافية، وبنبتدي نعجن كويس. نحط بقية الزيت. أهم حاجة إن احنا نعجن البيتزا كويس زي ما انتم شايفين. بنسيبها تخمر شوية ويبقى عندنا المكونات بتاعتنا. جبنة شيدر، ميكس جبن يعني، موتزاريلا، عندنا لحمة مفرومة، هنا في سجق، كله طبعا مستوي. قطع صغيرة فلفل، قطع صغيرة طماطم، جبنة مثلثات، المتوفر عندنا. بنجيب العجينة وبنبتدي نشكلها أو نقطعها. ده البيتزا الكبيرة، ودلوقتي هنعمل الميني بيتزا زي ما انتم شايفين كده. بنحاول نلفها بايدينا. بصوا العجينة بتبقى طرية ازاي لانها خمرت كويس. وبنبتدي نفرد العجينة زي ما انتم شايفين، وبنبقى محضرين الصلصة بتاعتنا. اما الكور الصغيرة دي بقى الميني بيتزا، بنحطها في الصينية وبندهن الصينية طبعا قبليها، وبنبتدي نخرمها بالشوكة علشان ما تعلاش معانا. وبنبتدي نحط الصلصة من فوق الوش، وبنحط بقى ميكس الجبن، موتزاريلا، شيدر، رومي، في كان عندي هنا جبنة بريزيدون اللي موجود عندنا. هنا قطع الفلفل والطماطم، ولو عندنا زيتون تبقى حلوة قوي، مشروم. وهنبتدي نحطها في الفرن زي ما انتم شايفين. المكونات بتاعتها بقى دي اختياري، احنا هنحط عليها ايه من فوق الوش. بصوا بقى لما طلعت من الفرن، بصوا جميلة ازاي، تحفة وطعمها هايل. بصوا العجينة بتبقى طرية زي ما انتم شايفين. ومش مكلفة خالص. ودي الميني بيتزا شكلها جميل جدا. ان شاء الله البيتزا بتاعتي تعجبكم. بصوا العجينة عاملة ازاي، في منتهى الجمال، حاجة كده اخر طعمة. بصوا بتتقطم ازاي. يلا سلام.